عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير اموركم هانيه. في هذا الفيديو ان شاء الله ونزولا عن طلبكم غادي نقترح لكم حرشه يوميه اقتصاديه ما فيها لا حليب لا زبده لا خميره، ومع ذلك كتجي هائله البنات، كتجي هشيشه مقرمشه كتذوب في الفم. انا متاكده انكم الا جربتوها هي اللي غادي تولي عندكم معتمده. فما نطولش عليكم بزاف ونشوقكم نمشيو نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كيف ما كتشوفوا مكونات بسيطه كتخلي هذه الحرشه هذه شي حاجه اقتصاديه نديروها في الصباح وفي العشيه بلا كثره القوام، ومع ذلك كتجي لذيذه بزاف هشيشه كتذوب في الفم. انا متاكده انكم غادي تجربوها وغادي تولي معتمده عندكم لان فعلا كتجي خطيره. غادي نحتاج لواحد نص كيلو ديال السميده اللي كتكون بحال هكا متوسطه، يعني ماشي رقيقه بزاف وماشي غليظه، ماشي الفينو. تنقرب لكم الكاميرا باش تشوفوها. السميده الرقيقه ديال الحرشه راها معروفه، يعني ماشي الفينو وماشي السميد الغليظ ديال الكسكسو. صافي. وغادي نحتاج ايضا واحد الكيس ديال الخميرات الحلويات 8 ديال الغرامات. عندي معلقه صغيره ديال الملحه ما يعادل 7 حتى ل 10 ديال الغرامات. معلقه كبيره عامره مزيان بالسكر الخشن ما يعادل 25 غرام. نص كاس ديال العنبه زيت المائده بالضبط 80 مليلتر. هاد الحرشه هذه كتجي هشيشه البنات بلا كثره الدهون، يعني كاين هاد المقادير اللي كيدير فيهم كاس العنبه كتجي الحرشه زوينه كتجي كتقهم، يعني ما كتقديش تاكلي فيها بزاف. هذه كتجي معتدله في الدهون، كتجي هشيشه ولذيذه وكتاكلي فيها حتى تشبعي. وغادي نحتاج 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء، يعني السعه ديال كل واحد 180 مليلتر. صافي. هادو هما المقادير البنات، ما كاين لا حليب لا زبده لا خميره ديال الخبز. هاد الحرشه هذه ما كنديرش فيها الخميره ديال الخبز باش كتبقى مقرمشه وكتبقى يعني عندها داك، يعني كتبقى حرشه. خميره ديال الخبز كتعطينا اللون، ولكن اون فوا كتبدا الحرشه تبان بحال كترطب وكتولي فيها الريحه بحال ديال الخبز. هذه لا كتجي واحد المذاق فيها يا سلام. المهم ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم بزاف. غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي نبدا بالنواشف هما الاولين. غنبدا بالكيس ديال الخميره ديال الحلوى. غادي نزيدو على داك نص كيلو ديال السميده. غادي نزيد الملحه، السكر كيف ما قلت معلقه كبيره. وغادي نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم تينسجموا مزيان مع السميده. صافي. غادي نزيد دابا الزيت كيف ما قلت نص كاس ديال العنبه بالضبط. صافي. وغادي نرمل اولا نبسبس السميده بالزيت، ولا كان عندنا الوقت نديروا هذه العمليه في الليل، يعني نبسبسوا الحرشه في الليل وحتى الصباح غادي نطيبوها. ولكن ما نديروش الخماره ديال الحلوى. الخماره ديال الحلوى غادي نخليوها حتى الصباح عاد نزيدوها. كتجي الحرشه هشيشه اكثر، يعني ولو اننا نديرو بحال هكا نصاوبوها مباشره ونقرصوها مباشره كتجي فعلا البنات هاد الحرشه هائله، كيجي فيها واحد المذاق لذيذ بزاف ولو انها اقتصاديه، يعني بلا حليب بلا زبده. يعني تقدر السيده ديرها في الصباح وفي العشيه ما كاينش مشكل، يعني ماشي ضروري كثره الاضافات باش نحصلوا على حرشه اللي تكون زوينه. ضروري بحال هكا البنات نبسبسوها مزيان تنحسوا بداك الحبيبات ديال الحرشه ولا الحبيبات ديال السميده شربوا داك الزيت. كاينين بعض الاسرار اللي هما بساط او دي زاستيوس اللي كيخليو الحرشه تكون ناجحه، يعني بلا كثره الاضافات كيف ما قلت. بحال هكا. صافي. كنحصلوا على خليط مرمل بحال هذا. صافي. غادي نجيب دابا 2 كيسان ديال العنبه. كتاخذ ليا هاد المقادير يعني بالتمام والكمال. غنخويهم هكا مره واحده وغادي نبدا نحرك، لان الحرشه ما كتبغيش اننا ندلكوها ولا نعجنوها، يعني كنخلطوا هكا غير برؤوس الاصابع. غادي نخلطها بحال هكا غير هكا، يعني ماشي نعجن باش يبقاو داك الحبيبات محافظين على الشكل ديالهم. صافي. اون فوا هكا كتجمع كنحصلوا على خليط اللي بحال هذا. صافي. غادي ندير لها بحال هكا باش نخليها تشرب وندوز نحضر المقله، لان غادي نقرصوها مباشره في المقله. خصوصا بالنسبه للبنات المبتدئات ما كاينش قرصي هنا وحاولي من هنا ودي من هنا وجيبي من هنا، يعني غتقرصيها مباشره في المقله غتجيك ساهله. يعني واخا تكوني اول مره غديري الحرشه ان شاء الله غادي تنجح معاك. غادي ندوز دابا نوجد المقله فين غنقرص الحرشه. غادي ناخذ هكا طريف ديال الزبده اولا الزيت حسب يعني المتوفر، يعني طريف صغيور ديال الزبده. الا كانت الزبده يكون احسن كتخلي الحرشه تجي حمراء من التحت. ما كانش راه غير الزيت حتى هو، لان ضروري باش ما تلصق لكمش البنات الحرشه في المقله، لان غنقرصوها هنا. دونك ضروري اننا ندهنوا المقله مزيان باش ما تلصقش لنا كيف ما قلت الحرشه. نبغيو نقلبوها
صافي. يعني غير طريقه ديال الزبده، حط نص معلقه صغيره ندهن المقله ديالي مزيان صافي. وكناخذ هكا السميده ناشفه وغادي نرشها، يعني كنرش كميه اللي هي معقوله، ماشي كثيره ثاني بزاف وماشي ثاني قليله، مع داك الزبده اولا الزيت. ملي كنقرصوا الحرشه كتلصق في الحرشه وكتجي هي هذيك صافي. صافي داك الحرشه كتشرب. غادي نجيب بحال هكا. علاش درت انا غير بانيو ديال البلاستيك؟ باش يجيني ساهل يجيني خفيف، مابغيتش ندير هذاك ديال الزاج غادي يجيني ثقيل. باش كتبقاوها كدوروها البنات، نتمنى تكون الفكره واضحه. كدوروها كتبدا بحال كتزقرص تكورات. غنجيب دابا المقله بحال هكا نقربها صافي، وغنهزها هكا في يدي صافي، ونحاول نحطها في الوسط بحال هكا صافي. وغنبدا دابا نقرص فيها صافي، وغادي نرشها هكا بالسميده من الفوق، السميد غير ناشف، وغادي نبدا نقرص بحال هكا. يد كتقرص ويد كتقاد من الجناب، يعني راه ما كاينش ما سهل منها البنات، ساهله بزاف بزاف يعني بدون تعقيدات. يعني يد كيقرص ويد كيقاد الجناب باش ما يتشقوش، او ميم طون كندور بحال هكا باش ندور على الجناب ديال الحرشه كامله. صافي كنرش هكا واحد شويه ديال السميده وبحال كنحك لها الوجه ديالها باش كنحيد دوك الاثر ديال الصباع ديال يدي. يعني شو البنات راه ما كاينش ما سهل منها، بحال هكا غير بشويه. وفي نفس الوقت كنقاد السطح ديالها كنجيها على من جهه، يعني كنبقى كندوز يدي راه او ميم طون كنقاده. كناخذ هاد القلابه هادي كلشي تقريبا راه عنده ديال البغرير اولا ديال، وكنقاد هكا الجنيبات. خصنا غير نخدموها بالطريقه اللي هي صحيحه، ما كتشقنا حتى شي حاجه من الجناب. وفعلا البنات كتجي ساهله بزاف بزاف هكا ملي كتخدموها نيشان في المقله، ما كاينش مسهل منها صراحه. بالنسبه للسمك انا كنبغيها تكون ما رقيقاش بزاف وما غليظاش ثاني بزاف، حسب الرغبه ديال كل واحد. غادي نحطها بحال هكا، النار تكون مهيله يعني ماشي ناقصه بزاف. انا كنوريكم البوطه ماشي ناقصه بزاف وماشي مجهده بزاف. صافي غادي نحط الحرشه ديالي بحال هكا. هنا غتشوفوا البنات انها بدات كتنبل، مساله عاديه لاننا ما تقبناهاش، ما عندهاش من تنفس. فملي كتبدا بحال هكا كنشوفوا ان كاين فيها البيبلات. كناخذ صينيه اللي تكون بحال هكا كبيره، تكون كبر من الحرشه ديالتي، وغادي نحطها هكا فوق الحرشه هكا، ونبدا بحال كنقاد لها السطح ديالها. يعني من غير شويه، يعني ماشي نورك، ماشي نفدعسوها ما نفركوش، غير بشويه بحال هكا باش السطح ديالها. شوفوا السطح ديالها كيفاش كيولي، تعاود الكاميرا تفوكسي. يعني السطح ديالها كيتقاد، يعني داك البيبلات كيمشيو وكيولي عندها واحد السطح اللي هو مسطح. يعني كيجي المنظر ديال الحرشه زوين بزاف مضبوط، يعني بلا ما كنتقبوها من الوسط شويه المنظر ديالها كيتخسر. كيف ما قلت حداها يعني هي كطيب، وانا كندور فيها هكا بالجنيبات باش نحاول انها تحمر كامله من التحت قدر الامكان. صافي ملي كنحس بها انها طابت كنحط عليها نفس الصينيه باش غادي نقلبها. غادي نهز هكا بالفوطه بحال هذا الشكل وكنقلب هكا الحرشه. الطريقه راه ساهله البنات، شفتوا كيجي اللون ديالها محمر لاننا كنبقاو ندوروا فيها، يعني تقريبا كطيب متساويه بحال هكا كامله. صافي كنمسح المقله من داك السميده، يعني وهذه واحد الحيله من الحيل. ملي كنمسحوا المقله يعني ونقلبوا الحرشه قبل ما كنحطوا الحرشه على المقله، سواء ندهنوها بشويه ديال الزيت اولا شويه ديال الزبده بحال هكا. يعني هاد الطريقه هذه كتخلي الحرشه يجي اللون ديالها احمر، يعني كتجي مورده والمذاق ديالها لذيذ بزاف. يعني الا كانت عندنا الزبده تكون احسن، ما كانش نتوما شفتوا يعني غير شويه، ما كانش غير شويه ديال الزيت، لان حنا اصلا ما درناش فيها بزاف ديال الدهون. صافي ملي كنقلبوها كنبقاو وحداها، النار كتكون مهيله لان كتكون تقريبا طابت دغيا كتحمر، وكنبقاو بحال هكا مره كندوروها باش الوجه ديالها حتى هو يتحمر. وهذا البنات هو الشكل النهائي للحرشه ديالنا. فعلا كتستحق التجربه،
كتجي هائله، كتجي لذيذه بزاف، واهم حاجه انها ساهله خصوصا بالنسبه للبنات المبتدئات. ما فيهاش بزاف ديال المراحل، ما فيهاش بزاف ديال القوام، الشيء اللي كيخليها اقتصاديه نقدروا نحضروها في الصباح للفطور اولا في العشيه للكوتي. كنتمنى يعني من كل قلبي انكم تجربوها، نقرب لكم هكا عن قرب. شوفوا البنات كتجي مرمله واللون ديالها موحد. فكنتمنى بحال ديما يعجبكم الفيديو. الا عجبكم ما تنساوش خليوا لي لايك باش تشجعوني، تعليق باش تفرحوني، كنبغيكم بزاف. السلام عليكم.